الملك يا أبا الوليد. دعوه. إني والله لا أقف أمامك ودمي على كفي لأقول قولتي هذه إن لم يقطعها علي سيفك، فإني عارف أنه لم يبق لي في هذه الحياة إلا أن أتم قولي، وإنني هالك لا محالة. قل ونزن قولك بين البقاء والفناء. أن تكف عن أبناء الزبير بن العوام، فإنهم والله الصفوة وزبدة القوم وخيرة العرب. نكف يا شيخ عندما يكفون عن منازعتنا بالملك والحكم. قد سفكت دم مصعب فاكتفي وارجع عن عبد الله، فإنه والله ما هو برجل دنيا لينازع في ملك، وإنه الصائل بالحق القائل بالصدق المبجل لشرف الأمومة والأبوة، المشاهد في القيام المواصل للصيام والحافظ للقرآن. اقتله يا مولاي ودعني أفعل فلقد أغاضني. ويحك يا حجاج، ويقتل الخليفة رجلا من رعيته على مرأى ومسمع من الناس؟ وماذا بعد عن عبد الله بن الزبير؟ إنه صوام قوام، للحق قوال وللرحم وصال، شديد على الفجرة ذليل للأتقياء والبررة. قد سمعنا لك يا شيخ، ولا ندري إن كنت بهذا تمتدح ابن الزبير أم تذمنا. ما قلت فيك بل فيه، وإن كان هذا الرجل الذي في موكبك حرض على قتلي فافعل، فإني أرى في وجهه سمات من يقتل لقولة صدق. هي قولة صدق يا شيخ وتجاز عليها، إنما قل لي لماذا لم تلتحق بابن الزبير إذا كانت هذه قناعتك فيه وهو والله كما ذكرت؟ تمنيت جواره وجوار بيت الله الحرام، ولكن انقطعت بي إليه السبل. فأصلك إليها. تعال أيها الجندي، التقط هذه الدنانير وتجهز بها للسير إلى مكة، واستعن بها على ما بقي من دنياك. خذها فوالله إنها عطية صادقة كصدق قولك، ليس فيها أية منة. فإذا بلغت مكة ولقيت ابن الزبير فيها وهو على ما ذكرت من الزهد بالدنيا، فانصح له أن يخلي الدنيا لأهلها وأن لا ينازع في الحكم ويدع الملك لأصحابه.